أيها الأصدقاء، هل سمعتم يوما عن شجرة يمكن أن تكون ملعونة؟ شجرة ليست مجرد خشب وأوراق، بل تحمل في جذورها أسرارا مظلمة، وفي أغصانها لعنات لا تفسر. اليوم سأروي لكم قصة الشجرة الملعونة، حكاية حقيقية مرعبة من قرية نائية في مصر، حيث وقعت أحداث غامضة جعلت الجميع يرتعدون خوفا. استعدوا، فهذه القصة ستبقيكم معلقين حتى النهاية. في قرية صغيرة على ضفاف النيل في صعيد مصر، كانت تقبع شجرة سدر عتيقة على حافة حقل مهجور. كانت هذه الشجرة التي يطلق عليها أهل القرية أم الظلام مختلفة عن غيرها. جذعها متشقق، وأغصانها ملتوية كأيد مشوهة، وأوراقها لا تسقط أبدا حتى في أقصى فصول الجفاف. كان الأهل يتجنبون المرور بجانبها ليلا، فقد قيل إن من اقترب منها بعد غروب الشمس سمع همسات غريبة، كأن أرواحا تتحدث بلغة لا يفهمها البشر. في عام 1988 قرر شاب يدعى سالم، وهو طالب جامعي يحب استكشاف الأساطير، زيارة القرية لتوثيق قصصها الشعبية. كان متشككا في الخرافات، واعتقد أن الشجرة ليست سوى قصة لتخويف الأطفال، لكنه لم يكن يعلم أن قراره سيقوده إلى كابوس لن ينساه أبدا. وصل سالم إلى القرية عند الغروب، وحمل كاميرته القديمة ومصباحا يدويا. تجاهل تحذيرات شيخ القرية الذي قال له: يا سالم يا ابني، الشجرة دي مش زي أي شجرة، لو قربت منها لعنتها هتمسكك. توجه سالم إلى الشجرة في الحقل، ووقف تحت أغصانها المظلمة. بدأ يصور، لكنه شعر فجأة ببرودة غريبة رغم أن الليل كان دافئا. سمع همسة خافتة كأنها تأتي من الشجرة نفسها، تقول: لما أتيت. تجاهلها في البداية ظنا أنها خيالاته، لكنه لاحظ أن ظله على الأرض بدأ يتحرك بطريقة غير طبيعية، كأن له حياة خاصة به. في تلك الليلة عاد سالم إلى بيت الضيافة، لكنه لم ينم. كان يسمع صوت خدش على النوافذ، وكلما أضاء المصباح اختفى الصوت. في الصباح وجد على الأرض تحت النافذة آثار أظافر، كأن شيئا حاول التسلل إليه. قرر سالم العودة إلى الشجرة ليلا مرة أخرى، مصمما على كشف الحقيقة. في الليلة التالية عاد سالم إلى الشجرة، وهذه المرة حمل معه كتابا قديما وجده في مكتبة القرية، يحكي عن طقس قديم أجري تحت الشجرة قبل مئات السنين، طقس لاستدعاء كائنات ما ورائية. عندما اقترب سمع الهمسات مرة أخرى، لكنها كانت أقوى، كأن أصواتا عديدة تتحدث معا. فجأة رأى في الظلام وجها شاحبا بين الأغصان، عيناه سوداوان كالحفر، وابتسامته ملتوية كأنها تحمل حقدا قديما. حاول سالم الفرار، لكنه شعر بأغصان الشجرة تتحرك نحوه كأنها أذرع حية. في لحظة يأس قرأ سالم تعويذة من الكتاب القديم، كلمات غريبة لم يفهم معناها. فجأة اهتزت الشجرة بعنف، وصرخ صوت مرعب كأن الأرض نفسها تنهار. تمكن سالم من الهرب، لكنه لاحظ أن يده تحمل علامات خدوش لم تكن موجودة من قبل. بعد عودته إلى القاهرة بدأ سالم يبحث عن تاريخ الشجرة. اكتشف أنها كانت موقعا لطقوس قديمة، حيث ضحى قوم مجهولون بأرواح تحتها لإرضاء كائن مظلم. كل من اقترب من الشجرة بعدها عانى من كوابيس أو اختفى دون أثر. في عام 1986 عاد سالم إلى القرية ليجد أن الحقل قد أحرق، لكن الشجرة بقيت واقفة كأن النار لم تمسها. الأهالي قالوا إن الشجرة محمية بلعنة لا تكسر، وإن من يقترب منها يصبح جزءا منها إلى الأبد. سالم الذي لم يعد كما كان بدأ يرى الوجه الشاحب في مرآة غرفته كل ليلة. كان يسمع صوت الهمسات في أذنيه حتى في أماكن بعيدة عن القرية. في النهاية اختفى سالم عام 1987، ووجدت كاميرته في الحقل تسجل صوت همساته وهو يصرخ: اتركوني. إلى اليوم لا تزال الشجرة الملعونة قائمة في تلك القرية. الأهالي يقولون إن الهمسات لا تزال تسمع ليلا، وإن أرواح من اقتربوا منها محاصرة في جذورها. هل هي مجرد أسطورة
أم أن هناك شيئا حقيقيا يختبئ تحت أغصانها؟ أنتم من تقررون. لكن إذا مررتم يوما بحقل مهجور وشجرة سدر وحيدة تقف في الظلام، هل ستقتربون؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من القصص المرعبة.